اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة البنات، نحويلكم اليوم ليلة 27 إن شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك. سيسوا رواحكم إن شاء الله، الناس الكل تعيد وتعيد في ظروف طيبة. بدينا في أجواء العيد وتحضيرات العيد، إن شاء الله يكون عيد فرحة. تحضيرات العيد على قدم وساق. الحقيقة فما حركية كبيرة في وسط البلاد، في الليل كما في النهار. الناس الكل تشري في حوايج العيد، الناس الكل تحضر في حلول العيد. إن شاء الله ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويرد غربة كل متغرب بعيد على بلاده وعلى عائلته. نعرفوا العيد متاع لمة وفرحة بين العائلات. المعروف البنات انه في ليلة 27 وعادة مشيت بينا في تونس الكل، انه يعملوا كسكسي. يسميوه كسكسي الموتى. بطبيعة هو مش باش ياكلوا منه الموتى، اما كيما الصدقة عادة تعودنا بها ومشينا عليها وتربينا عليها من الصغرى. لكن انا اليوم على خلاف العادة عملت مقرونة. الكسكسي رزين شوية وفي الدار ما ياكلوه ليش برشا، فعملت مقرونة. وباش نحضر معاكم طاجين ملسوقة في المقلة باش نعمله خفلف، يجي بنين وخفيف. باش نحط فيه الريقوتة. اقعدوا معايا بتشوفوا المكونات، وما تنساوش اللايك والكومنتير المزيان والاشتراك في القناة. اول حاجه باش نعملها البنات، خذيت بصله قصيتها جويده شويه معدنوس، غسلتهم وقصيتهم زيادة جويدين. خذيت حاره وكعبتين عظم، فقستهم في بول باش على القشره البنات، باش ما تجينيش ساعات خاطر تتعدي لي القشره في الطاجين. دونك ماذا بينا ديما العظام نفقسوها وحدها في بول. ركضتهم مع بعضهم حارة العظام هذيكا والكعبتين. زدتهم شوية ملح شوية فلفل أكحل. ومن بعد لهنا نسيت ما صمتش البطاطا، خذيت كعبتين بطاطا قشرتهم وقسيتهم هكايا دي لاميل، وحطيت صمتهم في شوية ملح وكركم. ومن بعد جبت المكونات متاعي، حطيتك البصل والمعدنوس والعظم اللي ركضتهم. هذه البطاطا بعد ما سقطرتها من الماء متاعها وطابت، ما نخليوهاش طيب برشا البنات خاطر مانيش باش نرفسوها، راه جوست نحبوها تحافظ على كل تقعد دي غونديل معناها. جبت مقله، دهنتها بشويه زبده، مش شويه، شخشختها بالزبده مليح من لوطه باش ما تلصقليش. وجبت كعبات الملسوقه. هنا باش نعمل بالملسوقه ديالي البنات، كل كعبه نحطوها على الحرف كما قاعدين تشوفوا. دهنت ديما نعمل رابيل بالزبده البنات باش ما تتحرقليش. دهنتها بالزبده، وبعد الكعبه باش نحطها على القاع معناها ديريكتومون. ومن بعد خليتك البطاطا بردت شويه، زدتها على الخليط نتاع العظم والمعدنوس، حركتهم شويه. بالطبيعه ما ننساوش نملحوا شويه البنات باش البطاطا ما تجينيش مسوسه. ولهنا ظهرت لي ناقصه عظم فزدتها كعبه اخرى. اذا وصلتوا معايا لهنا في الفيديو ما تنساوش تصليوا على النبي وتعملوا اشتراك في القناة يا البنات، هكا تشجعوني وفي كل مرة نشارك معاكم دبارة جديدة. حطيتك الخليط اللي ما نحطوش الكل بنات، حطيت شطرو الاخر خليته باش نحطه من فوق. لهنا عندي جامبون، حطيت طبقة متاع جامبون كما تشوفوا. نعمل رابيل بشوية هريسة. نحنا رانا في الدار وليدي يموتوا على الهريسة، يحبوا الحاجة الموزوزة. وسيرتو كذا فيها جبن. حطيتك شوية الهريسة فوق الجامبون. لهنا عندي جبن سلايس، عندي 5 كعبات حليتهم وحطيتهم بالطريقة هذه، نعمل بهم طبقة معناها فوق الجامبون. ومن بعد باش عندي قوطة دياري شريها راجلي وما حبوش ياكلوها، دونك قلت علاش ليه ما نحطهاش في طاجين الملسوقة. حليتها بالطريقة هذه على المقلة الكل. ومن بعد باش نكمل نحط الخليط. عندي شويه جامبون هذيا زدت حطيتهم، قعدوا كعبه وليت قصيتها جويده وحطيتها. حطيت بقيه الخليط نتاع الطاجين وحليته بالطريقه هذه بالفرشيطه مليح مليح. تو باش نرد عليه كعبات الملسوقه باش نعملهم كيما السره، نلفهم معناها هكا لداخل ندخلهم الكل. ندهن ديما بالزبده، ديما نعمل رابيل بالزبده البنات.
ونحط كعبة ملصوقة اخرى على الوجه، هي اللي باش تسكر الكعبات هذوكم الكل. حطيت دهنتها زاد الكعبة الاخرانية بالزبدة من فوق وحطيتها على الغاز. توا البنات هبطتها بعد ما طابت على نتفقدها ديما البنات على نار هادية. كي حسيتها طابت ملوطة تردوا بالكم لهنا انا تحرقت في صبعي راني حاسي وقلبتها عالشيرة الاخرى ودهنت المقلة مرة اخرى بالزبدة وباش نطيبها عالشيرة الاخرى. هيك طايبة امورها مريقلة من هنا. دهنتها شوي، نزيدها شوي زبدة على جناب باش ما تتحرقش ورجعتها على الغاز. توا بعد ما طابت مشيرتين باش نهبطها ونحطها في البلا متاع التقديم. هذا هو الطاجين الملسوقة فيت في فوق المقلة نتاعي. ما ياخذش وقت البنات وجي بنين على الاخر، سيرتو فيها كالجبن والجامبون. زيد طاجين اقتصادي لا فيه لا لحم لا تن لا حتى شيء. هذيك المقرونه متاعي حضرت من غادي، هذه الشوربه وقصيت شويه سلطه خضراء. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله كل واحد كتب لي كومنتير وهناني بالعيد، ان شاء الله عيده احلى واحلى، ان شاء الله ايامكم الكل هزينه. هذا هو الطاجين من داخل جاي مشخشخ ومجبن بك الجبن وبالريقوتا. ان شاء الله تجربوه وتعطيوني رايكم، وان شاء الله في فيديو اخر. وما بقى لي الا باش نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. كل سنه وانتم طيبين وبسلامه.